قصيدة شعرية من كلمات الأخ أصيل أحمد منصور العودي أبو خالد، أداء الشبل أحمد أديب الشامي. خالق الناس من نطفة بصلب المثاني، نحمدك نشكرك يوم اللوامع نزاله، لك ساجد راسي الرافع وسبح كياني، يرخص العبد لك حاله وحاله وماله. خالق الناس من نطفة بصلب المثاني، نحمدك نشكرك يوم اللوامع نزاله، لك ساجد راسي الرافع وسبح كياني، يرخص العبد لك حاله وحاله وماله، لك نسبح ونستغفر طوال الزمان في وطننا وفي الغربة وفي كل حالة. قال أبو خالد الروح بالمواجع يعاني، صرت في غربتي مجروح في خس حالة. قال أصيل أحمد اليوم بنرسل معاني، من تعذب وذاق المر يطعم زلاله، وأبو خالد في الغربة الغريبة يعاني، لكن أصل التعب منسي وضيقه لحاله، لكن أصل التعب منسي وضيقه لحاله. والعرب هكذا ما مغترب عشاني، والحياة من يذوق المر يطعم زلاله، ما وذوقي عن الغربة وفيها رهاني، الثقة كلها بالله مولى الجلالة، جل من يغني الواحد ويفقر لثاني في ثواني ويبلي بعضهم بالبطالة. لا تظنوا قد الغربة بالأموال داني، كل من كد الكد من أجل ماله، بعدها يا رسول الشعر قم في ثواني، واحمل أجمل تحية لأحمد اليوم رسالة. زاد شوقي لصنعاء والمدن والمباني، زاد شوقي لدار ابن العودي وآله، زاد شوقي لدار ابن العودي وآله. والد أحمد منصور حلمنا والأماني، له أنا صرت مشتاق شوقي زايد حماله، شوقي قلبي لمنهي ساكنه بالمحاني، أمي الغالية لا عندها أرسل رسالة. يا سلامي على أمي ينطلق من مكاني، يطارح عند الدامش أصل في مقاله، أنت يا الغالية يا تاجي على بياني، يما ما مثلها بالكون هذا ولا له، واسأل الله يحفظها ومنها حناني، قلبها الغالي الحاني جعلني فداله، واخواتي هم سلاح الجنب رمح السناني، عزواتي والفتى يفخر ويمدح رجاله، عزواتي والفتى يفخر ويمدح رجاله. انت يا اخي امير رزحي وساعد يماني، سعد النايبه من جاك كنت الوزاله، عاد باقي منصور فيه شامخ عناني، من عوايد ابوه واخوه وعمه وخاله، امدح الجد والناشبي ومركا يميني، ابو ساره ذي ورب الكل ما به مثاله، خصها ابو ساره يونس العودي، للوافي الذي عنده حروف وصاله، له جمايل في التعليم حلق الاباني، واسال الله يقدرني ارد الجمال، والصلاه والسلام تخشى النبي من لساني، خير من قام شرع الله وقام العداله، خير من قام شرع